البيع والشراء شطارة، بس لما الشطارة تقلب غش وسرقة يبقى لازم وحوش الميناء تتدخل وتظبط الميزان. واللي هيغش في ميزانه اسكواد المهمات هيدلوا على فاه. يلا بينا. الزبون مغفل، المهم المكسب يا ولد. شوف، نحط الحديدة هنا تحت الكفة كده العيار يبقى لصالحنا، وهم مش هياخدوا بالهم. يا معلم براء الميزان ناقص والفلوس دي علاج بنتي. عاجبك كده ماشي، مش عاجبك خدي بعضك وامشي. بقول لك ايه يا معلم، الموز ده مسكر بس زمانتك حدقاوي. الميزان ده فين؟ انت مين يا كابتن؟ ومين اللي ساب القفص مفتوح؟ اطلعي بره يا قطه. قطة؟ طب وربنا ازعلك، الميزان ده يتظبط حالا بدل ما اعملك منك كفتة. يا رجاله هاتوهم. اول مره اشوف بلطجيه بصلصه. لا كمان سهله زي الفول. وقفوا! بطلوا العبث ده، في كلام. الغدر مش من طباع الرجالة، والمطوة دي تتقفل أحسن ما أقفل عليك السوق كله. بتسرق قوت الغلابة يا برعي وبتستوى برجالتك؟ ومين انت عشان تحاسبني؟ أنا اللي هوقف ظلمك ده، تعال لو أداء فيك. ده هالفسو يا غشاش، الحديدة دي بتعمل ايه هنا؟ بتوزن ضميرك الميت؟ لا ها انكشف امرك. يلا المفاجأة. الميزان ده هيرجع حق الست دي، وكل اللي سرقتهم هيرجع لهم حقهم بالفلس، واللي هتشوفوا القرش التاني. توبة توبة يا وحوش، مش هغش تعتبرونا فلت المحل. توبة توبة يا وحوش. مش هغش تاني واعتبرونا فلت المحل. ربنا ينصركم يا حماة الغلابة. عاشوا عاش القرش والفهد. شكرا لكم جميعا، سنحميكم دائما. اللقم الحقيقية في الحلال، والقرش الحلال بيطرح البركة، لكن الحرام بياخد صاحبه للمظاليم. لايك واشترك لو ميزانك دايما مظبوط. سلام يا وحش.